آه نار قلبي قايد نار، نار النار نار قلبي بيتني في نار، نار النار النار ابلع عيش نار النار ابلع عيش نار 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 قلبي قايد نار، نار نار النار قلبي بيتني في نار، نار. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أنا وأبو المجد والكراج، بيت مذيع راديو جدا. يا إيه عاملين إيه؟ والله العظيم وحشني جدا. أنا مبدئيا مش عارف أقرا البتاع عشان أنا عوج الموبايل، فمش عارف أعمل إيه. وفي نفس الوقت التليفون مش عارف فيه مشكلة. لا التليفون شغال، أنا اللي بستعبط. أوكي طيب. ميرفت بتقول لي يا عم صوتك وحش اسكت. ميرسي يا ميرفت للمعلومه اللي انا عارفها جدا، بس انا صوتي مش وحش، انا صوتي لطيف. هاجر احمد، اخيرا خرجت من حمام. انت مالك؟ وكان كنت بعمل حمام عندكم، انت مالك؟ عادل رضا، تحياتي ليك يا عادل رضا. آية بتقول لي غني يا وليد صوتك حلو قوي. ده انت بص يا آية، يعني غيرت الكومنت بتاعك لصالحي. محمد عز الدين بيقول كلام حلو في حقي. مش عبد الله ادريس، كده عبد الله، اهلا بيك يا عبد الله، جامد. مريم، ايوه مريم يا روقانك، تسلمي لي. اسلام يحيى، ايه ده اسلام؟ وحشني يا اسلام، عامل ايه؟ والله وحشني جدا. سرورة احمد، سرورة دي ولا اسمها ايه يا ربي؟ مش عارف، بس ما علينا. يا رب اكون بنطق اسمك مش عارف حاجه كده. بصوا يا جماعه، النهارده حلقتنا في البرنامج فانا وابو مجد وكراش. بصوا، انا عايز منكم 3 مواصفات حقيقيه في الكراش. ما حدش يقول لي يكون حنين وهي تقول لي يكون حنين، وهو يقول لي يكون بتتقي ربنا فيا. يعني عايزين نقول الحاجات الحقيقيه. انا عارف ان الكلام ده حقيقي حلو، الكلام ده حلو يعني حلو، بس عايزين الحقيقه، ماشي. يلا بس خلوني اقول، انا هاخد تليفونات. ماشي اللي بيتصل حاضر والله العظيم، بس اصبروا خلوني بس اقرا الكومنتات كده عشان بص. عز بيقول المفروض تقدم في رواي. ميرسي يا عز، ميرسي يا حبيبي. احمد ادريس مساء فخم. رنا سعيد ليدو، ايوه بقى رنا، ازيك يا رنا؟ عبد الرحمن العسيلي، ليدو سؤال محرج، انت مصاحب كام واحده؟ بالظبط محرج يا ابني، عيب يا ابني الكلام ده. احنا بنتقي ربنا في اولادنا وفي اخواتنا وفي وحسب الله ونعم الوكيل. ماشي اوكي. فاتن تسلمي لي يا فاتن، بقينا نستنى الجمعه. اوعى تكون ما صليتش الجمعه يا فاتن. انا تحت امر الجمهور يا جماعه. يا وليد عايزين مكالمات نت زي الفايبر. ايه يا جماعه الفايبر؟ الفايبر اوكي. طب تعالوا ناخد اتصال هاتفي، طب او اتصال تليفوني قريب يعني. تعالوا ناخد اي حاجه. الو وليد، ازيك؟ الله يسلمك. مين انت؟ مين طه؟ مين يا نهار اسود؟ طه بنتنا. ايه يا طه؟ انت حاجزه اشتراك يا طه؟ انت بتتصلي كل مره ازاي؟ ده الناس كده هتشك فيا. يا عم انت بتحسد ولا ايه؟ لا عامله ايه يا طه؟ ازيك؟ الحمد لله تمام. اخبارك؟ ده هتلاقي ساره دلوقتي هتولع صح؟ ساره وهاجر. ساره، لا ما خلاص هاجر راحت عليها خلاص. هي ليله دي مش عاجبها ان انا كنت في الحمام. يا عم براحتك، بس برضه يبقى ادخل قبل ما الميعاد. ما هو يا بنتي دي حاجه مش بايدنا، ده حاجه بايد ربنا. المهم قولي لي 3 مواصفات يا هاجر في كراش حياتك. اولا الناس بتقول مش بتلخبط. يا تو انا اسف، تو عبد المنعم، والله العظيم انا اسف. قولي لي. المهم قبل ما اتكلم معاك انا عايزه ابارك لك جدا على العمل الفني اللي هتعمله مع محسن محي الدين. انا فرحانه لك جدا. ربنا يخليك. يا نهار اسود يا جدعان، لو معايا قلوب بتطير ولا اي حاجه والله العظيم. تسلمي لي يا تو. حبيبي يعني. قولي لي بقى 3 مواصفات بس حقيقيه يا تو، مش عايزين الحاجه بتاع البرامج ده. ماشي، ان هو يكون بيصلي، لو اتقى ربنا هيتقى ربنا فيا. 2 تاني حاجه ان هو يكون طويل، لان انا اصلا اسمي بازوكا وسط اصحابي. يكون اسمك بازوكا؟ ايوه. وانت راضيه عن نفسك او الاسم ده؟ مش فاهم. ماشي اوكي. وثالث حاجه ان هو يكون بيشتغل شغلانه حلوه بقى. ان يكون ايه؟ بيشتغل شغلانه حلوه. فلوس يعني. جبتي 3 حاجه الفلوس يا تو. طب بصراحه شديده تو، في كراش عندك دلوقتي؟ دلوقتي لا. يا كداب، مش عارف، حاسك كان فيه. كان في. ايه اللي حصل؟ ارتبط ولا انت ايه؟ لا، حاليا بقيس على احمد حسين عشان طويل وحلي بقى.
ايوه احمد يا حسام، احمد حسام صديقي، احمد حسام ولع يابا، ولع. بس خلي بالك ان انت ما تكرشيش عليا، ودي حاجه فيها خطر على صحتك اساسا. بس اوكي، يلا حسبي الله ونعم الوكيل. حبيبي والله انت اصلا في اول قناه الكراشات. نورتينا يا طه، تسلمي، نورتيني. يلا باي باي. باي باي. ونرجع نقرا كومنتات الناس عشان الناس برضه ما تزعلش. نهال بتقول ادعوا لي بليز، عندي امتحان بكره. روحي ذاكري يا نهال، وهندعي لك، بس روحي ذاكري يا ماما، احنا اكيد ما بنتقيش ربنا اكتر ما انت بتذاكري يا ماما. ابراهيم الدسوقي بيقول له وليد انا بحبك قد المحشي بتاعهم. يا نهار اسود على الحب، يا نهار اسود على الحب، بس يا رب امك تكون بتعمل محشي كويس. عبد الرحمن الليسي بيقول على فكره الليسي انا اسف يا عبد الرحمن، ماشي. اسلام يحيى، حبيبي يا اسلام، والله يا ابني وحشني يا ابني والله. احلى تحياتي لاهل المنصوره يا جماعه. اسامه رفض بيقول لي احلى مسا على منطقه معينه في جسمي. احلى مسا عليك يا حبيبي. احمد يحيى دلع الدلع ابو حميد. احمد ادريس بيقول لي يعني بيقول حاجه حلوه، ماشي يا احمد ادريس. يلا يا جماعه ناخد التليفون ده عشان الراجل صاحبه ما يزعلش، هو تلاقيه اتصل بالعافيه اساسا. الو، قولي لي مين معايا؟ مين؟ قولي اسمك تاني معلش. والله ما عارف اسمعه. هو مش ريهان صح؟ ريهام. طب ما هو عادي، هو يمكن انت عندك برد او انا عندي سمع مش كويس، مش عارف. لا انا مش عندي برد خالص. عامله ايه يا ريهام؟ الحمد لله. الصراحه والله شغال يعني. شغال اكيد. انا مش بحب فيك يا ريهام في الكلوزنج يا ريهام. يلا قولي لي 3 صفات حقيقيه في الكراش اللي انت نفسك فيه. ماشي. مثلا ايه؟ مش الاحلام وكده، بس هي يعني في الواقع عندي حاجه طبيعيه في كل الناس. ماشي. مثلا تكون ايه؟ شجاع. مين؟ شجاع. ده انت كأنك بتوصفي فيا، كملي. وبس كده، هو بس يعني. شجاع اللي هو ازاي مثلا يعني؟ بيفكر حلو. بيفكر حلو؟ غبي. طب تالت حاجة. يعني صح طب يعني انا عايز افهم، هو انت لما بتقعدي مع اصحابك البنات وبتقول لك بنت، وانت مش نفسك بقى بتقولي لها انا عايزه واحد يكون شجاع؟ مش متصدقه قوي، مش متصدقه قوي. ما هي دي الصفة الوحيدة والله حلوة. لازم تكون موجودة في كل الناس أصلا. طيب في كراش دلوقتي يا ريهام بأمانة؟ أنا عندي هنا 50 كراش والله. عندي 50 كراش. انا بحاول مع ال50 اللي يجي. اوكي يا ريهام، نورتينا اقسم بالله. يا سلام. ميمي بتقول البنات بتحلم اوفر قوي يا وليد، مفيش شباب كده، خلينا واقعيين يا بنات شويه، نطلب من الله. وهو ما شاء الله يعني البنات اللي مكسره الدنيا يا مي. نهله محمد بتقول لي انا اخر اسمع عن الكراش بس، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الحمد لله انت بتعرف تسمعي، ده دي موهبه. ساره عبد السلام بتقول انا من ال3 اللي لسه ما اتصلوش يا وليد، عيب. طيب ناخد الاتصال. طب بصوا يا جماعه، ناخد الاتصال ده وبعدين اقول لكم على موضوع الهاشتاج. الو. ايوه الو. ازيك يا وليد؟ الله يسلمك. مين؟ الله يسلمك. الو. الو. أيوة معاك ندى. ازيك يا ندى؟ والله ما كنت سامع والله يا ندى، في ايه؟ يا ندى. إيه أخبارك؟ الحمد لله. قولي لي 3 مواصفات في الكراش اللي نفسك فيه بامانه. أي حاجة عادلة يا وليد، أي حاجة. يا نهار ازرق، ايه المعامله دي؟ في ايه؟ ليه كده؟ بس أهم حاجة يكون ذكي. يكون ايه؟ ذكي. يكون ذكي. تحبي اسمه يكون ايه مثلا؟ مثلا ذكي أي حاجة. يا بنتي لا مش اي حاجه يا بنتي، اختاري يا بنتي الحاجات اللي بتبدا بالواو دي بتبقى لطيفه. يعني مثلا أقول لك وليد ولا مثلا طب في كراش دلوقتي ولا لا؟ لا مرتبطة أصلا يا وليد. تن تررن تن. طب ايه، الحياه حلوه ولا في مشاكل؟ لا حلوة الحمد لله. طب الحمد لله. طيب عايز اطلب منك الطلب اللي طلبته من ريهام. سيبي رساله على الهاشتاج بتاعنا والمجد والكراش، اخش اقراها ارد عليكي بعد البرنامج، ماشي؟ ماشي حاضر. اوكي، نورتيني يا فندم. يلا باي باي. خلاص يا جماعه، كل اللي بيسمعني دلوقتي هطلب منكم طلبين. اول طلب هنعمل شير لللايف دلوقتي. تاني طلب اكتب بوست عندك
في الهاشتاج بتاعنا ابو مجد والكراش، واكتب كل اللي انت عايز تقوله في البوست ده، وانا هخش ارد عليك بعد ما اللايف يخلص، ماشي؟ ده تاني طلب. تالت طلب، النهارده بفكركم بان في اللقبين بتوعنا ابو مجد والكراش، العمده والبرنسيسه. فاحنا هنشوف مين اكتر ناس هتكتب البوستات بسرعه، او مين هيشير ويتصل ويعمل كومنتات ونقول له ونديله اللقب. حلو. وناخد اتصالات في ايه ده. انا عملت ايه؟ ايوه الو. ايوه السلام عليكم. وليد ابو المجد، مين معايا؟ محمد عبد الكريم. محمد عبد الكريم. ازيك يا عبد الكريم، عامل ايه؟ الحمد لله يا باشا. ايه يا عبد الكريم، قول لي يا عبد الكريم 3 صفات في اللي انت عايز ترتبط بيها يا عبد الكريم. اي حاجه. لا حول ولا قوه، ده انت واقع يا ابني خالص. في ايه؟ اي حاجه. اي حاجه في ايه؟ انا بقرا انجلش على فكره والله، بس اي حاجه. يا ابن اللعيبه، طب ما انت مرضى هم اللي في ايه؟ اي حاجه يا وليد. يا نهار ازرق، في ايه يا ابني؟ انت عليك شيكات. الدنيا محجره تحت كده جامده قوي. طب في كراش دلوقتي من العظماء اللي في تجاره انجلش؟ انا والله العظيم شكلي ومعايا فلوس ومعايا عربيه، بس اي حاجه مفيش محجره. انت عارف اعمل ايه؟ لا لا حول ولا قوه الا بالله. طب جربت مش عارف بقى. جربت تعدي على حقوق فرنساوي يا عبد الكريم؟ ايه؟ انا عديت عليه. ما ينفعش يا ابني، ما ينفعش واحد اسمه عبد الكريم يعدي على حقوق فرنساوي اصلا يا عبد الكريم. انا ما حدش يعرف اسمه عبد الكريم ده، انت الوحيد اللي بتقوله اصلا. اه يا ابني، احنا يا ابني مش اي حد يا ابني. الله صديق، نورتني. مصطفى هجان بيقول عايز كراش. ايه يا ابني عايز كراش؟ يا ابني انت مش في السوبر ماركت يا حبيبي. والنبي قول الطلب التاني، ما سمعتش. تقى بقول الطلب التاني والله ما فاكر. الطلب التاني الهاشتاج مش عارف يا جماعه، فكرون بالطلبات يا جماعه، فكرون بالطلبات. طيب ناخد تليفون قبل ما يفكروه. الو. الو. ايوه. ايوه. الله يسلمك. مين؟ مين؟ روما. ازيك يا روما، عامله ايه؟ الحمد لله. انت قولي لنا الثلاث مواصفات. ايه؟ عايز اتكلم في حاجه واحده ومضايقاني جدا في موضوع الكراسه. قولي لي طيب، ايه الحاجه اللي مضايقاك في موضوع الكراش؟ الكذب. الكذب. يا نهار اسود، دي المفروض تقولي الموضوع ده في حلقه من القلب للقلب في انا والنجوم وهواك. لا علشان انا يعني ما حصلش معايا انا شخصيا، حصل مع ناس انا اعرفها. اول ما يدخل صوره حاجه كده فظيعه، يعني حاجه كده ملائكي. وبعد كده تكتشف شخصيتك هي ما تدخلش في شخصيتك الحقيقيه. طب ما هي بتتعامل معاك بشخصيتك الحقيقيه. طب ما هو ثواني، ما هو طبعا ده غلط يعني، خلينا نقول ده غلط، بس ما ده ممكن يحصل من الطرفين، ممكن يحصل منها. لا يعني انا بالنسبه للبنات اللي انا بعرفها، هي بتدخل يعني بطفوليه كبيره، بس ان هي اصلا بتدخله في حياتها، بتعرفها كل حاجه في حياتها بشكل صريح. لكن مره في الثانيه في الثالثه يعني مكالمات بعد كده بتكتشف حاجه ثانيه خالص. طب هقول لك يا روما، قولي 3 حاجات لطيفه مثلا تكوني عايزاها في البني ادم اللي ما بيكذبش، يعني يكون محترم. يعني ايه مثلا؟ 3 حاجات محترمه. 3 صفات انت عايزاهم في البني ادم المثالي اللي هو انت محتاجه ترتبطي بيه يعني. انه يكون محترم. ماشي. 1. يتعامل بشخصيته. ماشي. ويكون بتاع ربنا. اوكي ماشي يا روما. صعب تواجده. ايه؟ صعب تواجده ده ولا ايه؟ ده هندور لك عليه في جوجل يعني. هنكتب في جوجل كده جاري البحث عن انسان محترم، والشرط التاني محترم جدا، الشرط التالت محترم بغباء، يعني اللي هو بصي. طب روما شير اللايف واكتبي بوست عندك على الهاشتاج بتاعنا والمجد والكراش، ماشي؟ اوكي يا فندم، شرفتينا، مع السلامه. بص الناس بتقولي في الكومنتات كلود راش، انا مش عارف اقرا اسمك كلنا كده. اسامه منير. مش وليد ابو الماء. يوسف تريكا. مين يوسف تركي. ازيك يا يوسف يا تركي، عامل ايه؟ عبد الله انا عايز الكراش بس. عبد الله حبيبي. بيتر بيقول يلا انا عايز اتصل. ماشي اوكي. تعال ناخد يمكن يطلع بيتر. الو. ايوه ما طلعش بيتر. ازيك مين معايا؟ انا امنيه. ازيك يا امنيه، عامله ايه؟ كويس الحمد لله. مش عارف يا امنيه، ما اعتقدش ان انت مرتبطه، صح؟ لا.
الصوت غلبان كده، واللي هو يعني لوحده صوت وحيد. وحيد لا. طيب أمنية، قولي لي الثلاث مواصفات في الكراش بتاعك. يكون دمه خفيف. موجودة الحمد لله. اجتماعي. اجتماعي ما شاء الله. ها بس وذكي طبعا. ما شاء الله، الله اكبر، يعني بجد والله لو كنت مثلا عملت لي منشن في البوست كان هيبقى اسهل. طيب في كراش دلوقتي ولا لا؟ لا مفيش. لا حول ولا قوة الا بالله. ازاي سجلي فويس يا ماما بصوتك وارفعيه يوتيوب، هتلاقي الكراش بيلعب عبيط. طب أمنية، سيبي أي رسالة عايزة تقوليها لأنا وأبو المجد والكراش على الهاشتاج وشير اللايف، ماشي؟ ماشي طبعا. أوكي، تسلمي لي، نورتيني في البرنامج. طبعا أنا مش مصدق إن ده برنامج يا جماعة، عشان أنا بقول كلمة البرنامج دي مستتقلة جدا، بس wherever يعني wherever. إيه في إيه؟ إيه البيز ده؟ أوكي. بص يا جماعة، أكتر كومنتات أنا شايفها لحد دلوقتي محمد سيد وتقى عبد المنعم، وبعديه حسام الدبور أهو، وبعدين البسطويسي. بقى البسطويسي برضو من الناس اللي بتكتب كومنتات كتير، ولحد دلوقتي ما جاليش الناس اللي بتشير فين يا جماعه. يوسف التركي، والناس في الالقاب بدات تتحسر يا جماعه، يعني الولاد بداوا يبانوا والبنات بدات تبان في اللي هياخدوا الالقاب النهارده. مين البرنسيسه بتاعه النهارده، ومين العمده بتاع النهارده؟ يلا ناخد هذا الهاتف. الو. ايوه عبد الله. ازيك يا عبد الله؟ ايوه. عامل ايه؟ الحمد لله يا اسطى. انت ما اتصلتش بقالك يجي دقيقتين يا ابني، في ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله صديقي. قول لي 3 مواصفات في الكراش بتاعك. طيب هي غالبا بتشوفك دلوقتي على ما اعتقد. مين؟ هي غالبا بتشوفك دلوقتي على ما اعتقد. طب حلو، قول بقى براحتك بقى، دي فرصتك. 19 سنه. ماشي مش محجبه وشعرها بني. ماشي. بص في حاجه بس لو انت تشوفي دلوقتي، انا اسف على اللي انا هقوله ده، بتعشق الكوارع والفش والكش اكتر من الجمهور الصغير. ودي حاجة انت بسطاك ولا عادي؟ دي حاجه مريحاني جدا بقى. طب هو انا عايز اعرف، هي اول مرة تسمع منك الكلام ده ولا انتوا اوريدي يعني واخدين خطوات؟ لا هي لا مش اول مره تسمع مني الكلام ده. كنت قلت لها ان انا هعمل لها مفاجاه، فهي دي المفاجاه يعني. يا ابن اللعيبة، انت دورت على مفاجأة من ام بلاش، صح؟ بصوا يا جماعه، هي دي والله العظيم ميزه في الرجاله وعيب في نفس الوقت. هو ايه؟ يقعد يدور على حاجه كرييتيف وفي نفس الوقت ببلاش. لا بس برافو عبد الله، لا تحياتي ليك يا اسطى، تحياتي. خلونا ناخد اتصال هاتفي ونقول الو. ايوه ازيك؟ عليكم السلام، ازيك؟ انت مين معايا؟ هاجر؟ هاجر اتصلت قبل كده هاجر ولا دي هاجر تانية؟ لا انا هاجر اتصلت قبل كده بس عندي بس. الف سلامة عليك يا فندم. طب قولي لي هاجر 3 صفات في كراش حياتك. 3 صفات في كراش حياتي. ماشي. لا ما سمعتش تاني واحدة. يكون طويل وعرض. وعنده دقن. طويل وعنده دقن. ما تسألنيش ليه. وقعت مني دي، ماشي. والتالتة. مش عارفة بقى. مش مهم التالتة، بس هما الاتنين دول أهم صفتين. ان هو يكون طويل وعنده دقن، وان هو يكون بيضحكك. طيب والتالت، بس انا مبسوط على فكرة بالصفات اللي انت قلتيها لانها حقيقية. هي ممكن تكون فيها شوية تفاهة، عفوا يعني، بس حقيقية جدا يعني. يعني انا مبسوط ان انت صادقة يعني. طيب وفي كراش دلوقتي ولا لا؟ لا مفيش. لا حول ولا قوة. معلش يا هاجر، معلش، ان شاء الله ربنا يرزقك. ان شاء الله. ماشي، شرفتينا يا فندم. يلا باي باي. بص هشام ناصر بيقول بس يا بابا. محمد سيد برضو ده تاني كومنت او اكتر من تاني كومنت. طاقة برضو. ومين؟ ندى. طب مش هو مفيش بتتصلي ليه؟ بص ندى عسل. ما انا بتابع في صمت، انا ما عنديش كراش من ايام ما كان اسمه جو. يا نهار ازرق.
احمد الحداد. طب خلينا ناخد اتصال تليفوني. ايه بقى انت في انا بخرفت. يلا يا جماعه ناخد التليفون ده. الو 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 يا ابني بقى، الله يخرب بيتك يا ابني. ايوه بقى، مين معايا؟ يا عم معاك احمد يحيى. في ايه يا احمد يحيى؟ في ايه؟ ايه يا عم وليد؟ بتصل بيك 28 مرة يا عم. 28 مرة ايه يا ابني؟ ده مينيمم. مينيمم ايه؟ ازيك يا احمد يحيى، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه قول لي الدنيا يا احمد يحيى، في الثلاث كراشات في حياتك، 3 مواصفات في كراش حياتك بس بصراحة يعني. 3 كراشات؟ 3 مواصفات في كراش حياتك. احنا ولاد زي بعض عارف ازاي من غير ما نتكلم. ايه الجملة؟ احنا ولاد زي بعض، يعني انا مثلا ايه؟ لا يعني ايه ولاد زي بعض؟ ما تخرفش ما تخرفش يا احمد يحيى. الواحد عايز ايه؟ يعني عايز واحدة مثلا دمها خفيف. حلوة. تكون فورتيكا فرتكة الفراتيك. اما انا بقول لك هتخرف يا احمد، والله هتخرف والله. طيب انت في كراش دلوقتي ولا لا؟ اه يا عم انا مرتبط الحمد لله. يا هتخلي. طب وهي بتسمعنا دلوقتي؟ لا. ما اكيد ما بتسمعناش، لو سمعتك يعني كانت خربت. كان زماني يلا بقى. طيب سيب لنا يا اسطى بقى هاشتاج على البتاع، سيب لنا رساله على الهاشتاج بتاعنا والمجد والكراش، ماشي؟ لازم؟ يعني براحتك. طب انا ما اتكلمتش غير دقيقتين، طيب تراني كده على طول؟ يا ابني ما اصل انت مش بنت، انت عارف لو بنت بقى كنا كملنا معاه. والله انا مش مصدق ان بعد الموضوع اللي اتفتحت دي انا جيت. حبيبي يا ابو حميد والله شرفتني. حبيبي وليد. ماشي يا حبيبي، مع السلامه. بصوا تقى ومحمد سيد ورا بعض يا جماعه، والله العظيم الظاهر كده ان هو اللي ياخدوا الالقاب، الا لو في ايه بقى، ناس اتنفست. يخرب بيتك يخرب بيتك. اميره بتقول عايزاه طويل وبدقن. اكتبوا لي يا جماعه مواصفات، اللي مش عارف يتصل يكتب لي المواصفات في الكومنت عادي. احمد العجمي بيقول حبيبي وليد ربنا يوفقك، النت عندي وحش مش عارف اتابعك. انا اسف يا حميد، انا اللي اسف يا صديقي، ان شاء الله النت يبقى عندك كويس ويبقى عندي كويس. مي يا وليد الناس المرتبطه ازاي بتكراش؟ ايه هو ده؟ في ايه يا ماما مش فاهمك. ندى بتقول انا عايز اتصل بقى اتكلم عن السناجل والنبي. اتصل يا ماما، اتصل يا ماما، مش عيب. الو ايوه مين؟ ايوه الو ايه؟ ايوه مين معايا؟ ايوه وليد ابو المجد معاكي. اقسم بالله. انت مين؟ مين؟ اسماء. ازيك يا اسماء؟ الحمد لله. قولي لي 3 صفات في كراش حياتك يا اسماء، ده لو في يعني. ماشي. يا دي الدقن هنربيها. ها موجود. 3. اوه ماي جاد. طب ما السؤال الجاي كنت اسالك فيه كراش بقى ولا انت تسلم يا بنت، لا يمسكوها عليكي دي في الاخر والله. تسلمي يا اسماء. يلا باي باي. اهو يا جماعه نور ابو الخير بتقول عايزاه يكون مهندس اصلا ودمه خفيف ويكون اسمه احمد. اوه ماي جاد يا نور انت منشنه يا نور. عبد الله ادريس منور. تقى مين؟ محمد سيد ده اللي كومنت يجي ورايا كومنت يا بنتي. هو في ايه؟ هو بيراقبك. عبد الله اهو معايا. يوسف التركي برضه، يوسف التركي ساره عايزاه يكون دمه خفيف ووليد 178 سنه. ساره عبد السلام. اميره بس الكراش لو جه من غير المواصفات دي عادي جدا يجي يعني. اميره اشرف جابت جون يا جماعه. الو ايوه مين معايا؟ انا شادي. ازيك يا شادي؟ انت شادي ازاي يعني؟ ايه يا شادي؟ انت بتعرفني بنفسك كأن انا عارفك صح؟ يا ابني حد انا كل مره بتصل عليك. كل مره بتتصل عليك. هو انت كان على لسانك جمله حد بيعبرك غيري صح؟ انا بتاع الكرتشيان صح؟ بتاع ايه؟ بتاع دوله ايه؟ فكرني بالدوله. السعوديه. السعوديه ايوه صح.
عامل ايه يا اسطى؟ ايه الاخبار يا شادي؟ الحمد لله. شادي قول لي بقى 3 مواصفات كده، بما ان ربنا كرمك واتصلت لتاني مره يا شادي. قول لي 3 صفات في الكراش بتاعك. ثالث مواصفات ايه؟ 3 مواصفات، ركز معايا يا شادي، يا شادي والله العظيم انت يا اما بتشرب حشيش يا بتضرب ريري بتاع الاطفال ده، فاكره؟ فاكره. قول لي 3 مواصفات في مواصفات فتاة احلامك، ادي الجمله التقيله اللي انا مش عايز اقولها. تكون محترمه كده. ماشي برافو عليك، بس يا رب تكون المواصفات دي حقيقيه. ماشي. 2. حاجه عندها تيجي في بعض المناطق. اسكيب نيكست. ها، تالت حاجه. ثالث حاجه تكون محترمه. بس يا شادي، بس يا شادي روح اضرب الريره يا شادي واخلص. يلا شرفتني يا صديقي. يلا يا حبيبي، والله العظيم شادي تحسه بيتصل من غير ما يعرف، يعني التليفون لوحده بيتصل ويعمل اهو. سهيلة فتشاتيست احلام، فتشاتيست إيه؟ اللي انت تقصدي تقولي فتنستا، تقصدي حاجه كده. آه بص، نهله بتقول فتى احلامي احلى من كراش. على فكره صح يا نهله، على فكره انا برضو من رايك. بس كراش برضو يعني هو مصطفى متعرف عليه دلوقتي، فانت مش عارفه تعملي ايه. ندى عايزاه يكون راجل كده وبيزعق بس طيب، مش عارفه ازاي، بس هو كده ويكون طويل. يا نهار اسود. عايزاه يكون بدقن بس يكون خفيفه، عايزاه يكون بشنب بس يكون شنب مش باين، وعايزاه يكون بشعر بس اقرع. حسبي الله ونعم الوكيل. عبد الله جمال انا عايز كراش كده تكون مطقطقه حلوه عسل، حاجه كده تكون مش من هنا استراد. بصوا يا جماعه والله العظيم الولاد تحس ان هم ايه، فكهانيه. عبد الغني انا ناقص اجيب حشيش واسمع تعالى النعمه. عمرو صبري. عمرو صبري بيقول ايه؟ عمرو صبري طويله وشعره ناعم وبتعرف تعمل محشي. في يا جماعه حكايه المحشي معاكم. احمد نور عماد، انا عارفك يا نور، على فكره نور عايزاه يكون كوري وطويل. كوري وطويل؟ انت عايزاه كوري وبتتشرق؟ ده لو جالك كوري ده انا مش عارف هم كوريين حلوين ولا ليه يا جماعه؟ يا بنات الكوريين حلوين؟ معرفش. الو. الو. ايوه مين؟ مين؟ ازيك يا اسلام، عامل ايه؟ قول لي يا اسلام 3 مواصفات في الكراش اللي انت نفسك فيها. يا نهار ازرق، انت نمت يا اسلام ولا ايه؟ تكون زملكاويه. تكون زملكاويه، ماشي حقك. تكون حلوه. ماشي يا ابني، اصحى يا ابني، فوق فوق. اصلا عنده مذاكره، عنده امتحان بكره. عندك مذاكرة انت بتتصل غصب عنك. طب تالت حاجة ايه؟ امتحان بكره. نعم. تالت حاجة عندي امتحان بكرة. كنا ندخل تفك. ربنا يوفقك يا اسطى، بكرة الامتحان يجي سهل ان شاء الله، وتفتح عليك كده يا رب. بس امتحان سهل يا وليد. ايه؟ بس امتحان سهل يا وليد، اهم حاجه اللجنه تكون سهله. لا يا ابن اللعيبة، يا ابن اللعيبة، انت عملي اكتر صح؟ يا باشا احنا ما بندورش عشان الامتحان اللجنه. اه. طب بعد ما تقفل معايا خش اقرا الكومنتات، هتلاقي في بنات عماله تقول انا زملكاويه. بس طبعا هم لو شافوك في الحقيقه ممكن يغيروا رايهم. اكيد. اكيد. حبيبي يا اسطى، شرفتني. حبيبي. يلا سلام. ندى الوكيل بتقول الكوريين حلوين قوي 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 يا وليد. وانا كمان عايزاه يكون كوري شبه مين؟ مش عارف اقرا اسمه، ده قليل الادب ده، مش عارف اقرا اسمه. سارة عبد السلام، محمد حنفي، احمد مسعد بيقول لي انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ والله يا اسطى ماليش في الكوره، حتى لما مصر بتلعب بتفرج عادي لما مصر بتلعب. ما فيش امتحان سهل وما فيش كراش بياخد باله يا وليد، اسكت. وليد انت بتشجع ايه؟ قلت بشجع ايه؟ انت لازم، والله ماليش في الكوره يا جدعان، اقسم بالله ماليش في الكوره. احمد مسعد، محمد عبد السلام تكون مي حلمي في الجمال، وليد ابو المجد في الضحك، كفايه دول. يعني انت عايز تكون ايه؟ يخرب ده. بص بيوزعوا يا جماعه، بيوزعوا. عبد الله ادريس اهو هرد اهو يا عبد الله، يا رب تكون. الو. مين عبد الله؟ اقفل بقى اللايف يا عبد الله، وطي صوت اللايف. ايوه عامل ايه يا عبد الله ادريس؟ صح. ايوه صح. يا اسطى قفشتك، هو عامل ايه؟ الحمد لله تمام.
قول لي يا اسطى 3 مواصفات في الكراش اللي انت عايزه. يعني اول حاجه تكون محترمه كويسه. ماشي. تاني حاجه تبقى كده يعني واخد بالك معايا. ماشي 3. تالت حاجه تبقى زي رقم 2 صح؟ اكيد برضه. طيب ماشي. طب قول لي في كراش دلوقتي ولا لا؟ انا مرتبط. ايه؟ مرتبط. انت مرتبط؟ ايوه. طب امال بتوصف في ايه؟ انا عايز افهم، انا عايز افهم انت بتوصف في ايه لما انت مرتبط؟ عادي برضه. عايز برضه زياده الكراش كراشين. اه. ماشي ماشي يا عبد الله، شرفتنا يا صديقي. يلا حبيبي باي باي. سيب لي اي رساله. بص يلا حبيبي باي باي. تحس بابا بيقفل معايا مش عارف في ايه. في ايه يا تقى؟ انت مالك فرحان بعبد الله؟ عشان عمال يكلمني على الكومنتات وما بيردش فجه بعد شقه يعني. برضه تقى وراه محمد سعيد. ايوه ايوه ايوه. مي بتقول لك بيعصبوني الناس المرتبطه دي وبتوصف ايه بقى ده؟ مها بتقول استنى ما نقرا. استنى. مها بتقول 3 مواصفات هي ايه؟ ماجي عادل. وليد انت تغير الاسم واكتب رصين في الحلال. انا كان عندي كراش يوسف ممدوح، محمد حسين، عبد الله ادريس، مي، فتحي الحديدي، هاجر، محمد سيد، احمد ادريس. ايه احمد ادريس وعبد الله ادريس اخوات ولا دي صدفه؟ بصوا يا جماعه كل الناس اللي حاطه صوره ابو تريكه والله العظيم بحس ان ابو تريكه بقى فجاه هو عندي في الفريندز، فانا بفرح اقول ايه ده ابو تريكه بقى عندي، اخش الاقيهم ناس تانية فبتنرفز بقى وشغلانه. وبمناسبه ابو تريكه يا جماعه ابو تريكه بيقولوا طلع ارهابي. خلونا نضحك على الافيه ده لحد ما نموت من الضحك وشنا يقشف يعني من الضحك. احمد عادل يا احمد عابد يا ابو حميد. معلش يا احمد والله العظيم يا ابني، والله يا ابني البتاع اللايف فصل وانت بتتكلم معايا. يلا ناخد التليفون ده. الو. الو. ايوه وليد. مين؟ محمد حسن. ازيك يا محمد حسن؟ عامل ايه؟ انت منين؟ انا بتكلم السعوديه. ايوه السعوديه. ما انا بقول لك الارقام الكتير دي بحسها ارقام ايه غنيه، والله لازم بحس اصحابها اغنياء. يا عم انا بقالي ساعه عايز اتصل ومش عارف. ده ما ينفيش ان انت غني يا حبيبي، ما ينفيش ان انت غني خالص. ده يكفي ان انت بتتصل من الرقم ده، يكفي ان انت بتتصل من الرقم ده، واعتقد الدقيقه عندك غاليه صح؟ يا عم مش مشكله. يا نهار ابيض يا جماعه، يا نهار ابيض على التضحيه. يا وليد انت بس انا امتحن يا وليد، ما ينفعش كده. يا نهار اسود. حبيبي يا اسطى. طب فكرني باسمك تاني والنبي عشان احفظه. فكرني باسمك تاني عشان احفظه. فكرني باسمك تاني. انا اسمي محمد حسن. محمد حسن. ماشي يا محمد. قول لي 3 مواصفات في الشريك. محمد حسن. محمد حسن. ايوه. طب ما انا قلت محمد حسن يا ابني. انا فاكر اهو. كنت معاك في ساقية الصاوي. كنت فين في ساقية الصاوي؟ كنت باجي لك في ساقية الصاوي. والله العظيم حبيبي يا صديق، مشرفني دايما. طب قول لي 3 مواصفات في الكراش بقى. يا عم انا متجوز ما تقوليش في الاخر. انت بص يا جماعه محمد اهو ده الفرق بينه وبين اللي اتصلوا. هو انا بقول له مواصفات فقال لي يا عم انا متجوز، بغض النظر ما تودينيش في داهيه دي، بس ايه ما عادش يحكي في مواصفات تانية. يعني انت بتوصف في مواصفات تانية ليه؟ قول لي. هقول لك على حاجه. بص يا باشا، البنت اصلا اللي انت هترتبط بيها ان ما كانش عندها اخلاق لازم يكون عندها اخلاق. ده أول حاجة. ماشي بس بعد كده ما تبصش لاقي حاجه تاني. والله يا ابني ماشي حاضر حاضر. حاضر يا محمد. والله يا محمد يعني ادعي لنا والله، احنا غلابه قوي. لا انا عايز نعرف مواصفات عندنا عايز المواصفات بتاعتي انا. والله بص اسال الناس هيرد عليك والله في الكومنتات، انا واثق. يلا يا جماعه قولوا مواصفات الكراش بتاعتي انا يا جماعه، اكتبوها. بص انت على الكومنتات بعد ما تقفل بقى. يلا شرفتنا يا محمد. حبيبي مع الف سلامه. محمد سيد يا ابن اللعيبه. محمد سيد انت خلاص يا محمد بتنافس على اللقب. ومي بدأت تنافس. ميمي بدأت تنافس. مي بتقول اقفل المدام جايه. مي بدأت تنافس تقى. واللي دخلت مع مي وتقى هاجر احمد
هم بصوا اهو اول سبب تكون شعرها مسحلل. اه بصوا هايله سمير تكون شعرها مسحلل يا وليد. صح طبعا يا جماعه، يا جماعه صح طبعا. صح يا نهار اسود، يا نهار اسود. الو. ايوه. عليكم السلام. مين ده؟ دربالة. ازيك يا استاذ دربالة، عامل ايه؟ والله ليك وحشه. والله العظيم انت وحشنا اكتر، وربنا انا زعلان ان احنا يعني من الجمعه للجمعه كده هو اللي بنتجاب التسجيل. معلش والله يا استاذ دربالة عشان انت وحشنا بس مش اكتر. والله يا استاذ وليد انت اللي وحشنا اقسم بالله. انت عامل ايه؟ الحمد لله. النهارده بقى عايزك تقول لي 3 مواصفات في الكراش بتاعتك يا استاذ دربالة. هي ما انا هقول لك بقى، حصل مستجدات يعني فقلت اقولها لك. اه قول لي. يعني انا بعد ما حصلت الحركه يعني بتاعت البنت ديت فقلت بقى ما نديهاش تاني، نسيبها خالص. ماشي عداك العيب. فرحت الراجل قلت له بقول لك ايه، بنتك عندك اعمل عليها مخلل وبراحتك يعني. يعمل عليها مخلل؟ ايوه حر بقى يخليلها يعملها بطاقه، هو حر يا بيه. ماشي. المهم يعني كنت قاعد انا تحت ظل شجره كده، فهبت ريحه عليا كده حلوه يا استاذ وليد. لقيتها البنت ولاء بنت عمك السيد محفوظ. وحياة ابوك ما تقول اسامي دربالة والنبي، عشان برضو دي اعراض ناس، دي كراشات ناس دي. طيب خلاص. المهم يعني البنت دي كانت على علاجه بالواد ابن عمي، بس سابته. المهم فانا البنت دي يعني انا ما قلتلكش من قبل كده ان انا يعني كنت يعني بحبها، ما كانش عليها يعني. ماشي ما كراش عليها. الله يرحم دربالة. كمل. وكانت يعني بتطلع حاجات كده جوايا. بتطلع حاجات ازاي؟ يعني كانت بتخليني اكتب شعر. قول لنا بقى، قول لنا بيت شعر بقى يا استاذ دربالي. هقول لك يا استاذ وليد، هقول لك. في مره كده وانا قاعد ساعه الفجريه، قاعد في الجرن في الارض. ماشي. وقلت ايه، شق الليل في قلب الفجر، طلع النهار قايه، وقلت انا مرايه وسكت جوايا. يا الف مرحبا. يا ده ترحيب ده ولا شعر ده ولا بيت ايه؟ دي حاجه كده يعني، دي حاجه كده كانت شويه مشاعر يعني. انت عارف كنت واكل ذكر بطل. الله يرجع. بالك يا استاذ وليد. طب استاذ دربالة انا طالب منك خدمه بس. وبقى هقول لك انا بس على حاجه، اسمعني يا استاذ وليد الاخر والنبي. قول. طيب حاضر. وفي مره يعني بعد بقى ما البنت دي ارتبطت، يعني كنت قاعد ايه زهقان، فكتبت حاجه ليها كده. او قول بقى، قول بقى. قلت لها كتبت ذكرياتي على البيبان، كتبت ذكرياتي على الحيطان، قم بيضوها. راحت بقى الذكريات يا استاذ وليد. يا نهار ازرق. وقلت لها برضه بعديها بعد ما اتجوزت بقى وخلفت، قلت لها ولسه فاكره انا نسيت انت فاكره. طب يا استاذ دربالة بعد اذنك يعني اطلب منك طلب معلش. اتفضل يا استاذ وليد. الجماعه الفانز بتوعنا وابو المجد والكراش بيسلموا عليك في الكومنتات، عايز اقرا لك كومنتاتهم وترد عليهم. والله يا استاذ وليد انا تحت امرك يعني، قول لهم يعني احنا بنحبهم والله. ماشي. اولا محمد سايب بيقول لك ايوه يا دربالة الكراش في الكومنتات. الكراش يعني ايه الكراش في الكومنتات؟ ده زي الفيل في المنديل كده. فيلمنا على قدنا. لا يعني بيقول لك يعني ان الكراش اللي انت عايزها في الكومنتات، يعني في واحده في الكومنتات بتكراش عليك. يا ريت والله اشوفهم على الاقل تبقى احسن من البنت ولا دي. طيب ما تقوليش بقى استرابري ومستر برصتين. لا نور عماد بتقول لك. طيب ماشي. سمويل بيقول لك يا عم موتني حرام عليك. والله سلامتك يا عم سمويل. عمر والله انا بحبكم. عمر محمد بيقول لك ايه اخبار بنت المقشفه يا دربالة؟ ده بنتي لا مش بنت مكشفه. لا برضه. واحده يا ابني. ماشي. طيب خلاص يا استاذ دربالة، والله العظيم الناس بتسأل عليك، وانا بس حبيت ايه اعمل نوع من التواصل. والله يا استاذ وليد انا اقول لهم ان انا بحبكم، والبرنامج بتاعك اصبح مثل الملتقى للناس. يعني الملتقى بقى قلب الواحد
استاذ دربالة صديق البرنامج، يا جماعه لو عايزين ترشحوه لجائزه عمده البرنامج اكتبوه يا جماعه لو عايزين ترشحوه للجائزه. لا بلدنا لها عمده، لا ما بلدنا لها عمده. مش بلدكم يا عم، حد جاب سيره بلدكم دلوقتي؟ برنامج يعني عمده البرنامج. ماشي يا استاذ وليد والله يعني يبقى ذوق منك يعني. يلا كل اللي هيكتب دربالة دلوقتي، لو كل الناس كتبت دربالة هنرشحها لجائزه البرنامج، هو يستاهل والله الصراحه يعني يا جماعه. حبيبي يا استاذ وليد والله، وانا يعني حبيت بس يعني اخر حاجه احب اقولها لك، انا كاتب بس من خلال برنامجك يعني توصلني لاي حد حاجه في المشاهير اللي بيغنوا، ويا ريت مثلا تكون الست نانسي يعني كاتب لها حاجه صغيره كده. طب ما تسمعنا يابا اخر حاجه بقى عشان نقفل معاك. ماشي يا استاذ وليد. يلا. بقول ليه انا كدبه بيضه في ليله سودي. انا ضلع في مثلث برمودي. شباك حديد من غير اوضي. يا الف مرحب. لا وتحس لايقه على نانسي، ينفع تقولها يعني؟ والله لو قالتها يعني يبقى لك الحلاوه يا استاذ وليد. يلا يا استاذ دربالة شرفتنا، بص كل الناس بتأيدك تبقى دربالة، استنى في اخر حلقه يمكن تفوز معانا يا استاذ دربالة. ماشي يا استاذ وليد والله، وانا متشكر لحضرتك جدا. شرفتنا شرفتنا والله، مع الف سلامه يا فندم. مع السلامه. شباك حديد من غير اوضه يومنا اسماعيل. المهم القلب يكون ابيض مش الكدبه. نور عماد، عبد الله ادريس. انا مبسوط ان انا بدات احفظ اساميكم يا جماعه والله، فانز اللي هم المقربين جدا دول يعني. مبسوط ان انا حفظت اساميهم. الو. ايوان. ايوان وليد معاكي، مين معايا؟ يا شاهندة. ايه؟ قريت عليا يا وليد. ليه بتحاولي من بدري صح؟ المرة انت بتقولي توصل ازاي بسرعة دي، بحاول بقالي ساعة. معلش اللي معانا دلوقتي شاهندة صديقة البرنامج اللي اتصلت أول وتاني وتالت ورابع مرة. ازيك يا شاهندة؟ الحمد لله، انت ايه اخبارك؟ الحمد لله. قولي لي بقى الثلاث مواصفات الحقيقيين يا شاهندة. الثلاث مواصفات الحقيقيين. يكون ذكي. وراجل قد تحمل المسؤولية. حلوة دي برضه عجبتني. بتاع ربنا يعني، عارف ربنا. فليه بقى لما بنيجي نسأل يعني نقعد سواء بنات او ولاد ما بيقعدوا مع بعض يقعدوا يقولوا في مواصفات كتير بقى وحاجات كده اللي هي الحقيقيه قوي، لما يجوا بقى يتعرضوا للسؤال ده رسمي يبتدي يقول لك انا عايز اكون يعني بتتقي ربنا، وعايز اكون جميله الاخلاق وجميله الروح اكتر منها جميله الشكل. لان احنا البني ادم ما عندوش مبدأ. تمام؟ ماشي. وكل واحد كشاب عايز بيدور على واحده زي امه، وكذلك البنت بتدور على واحده زي ابوها. على واحده زي ابوها. ماشي. واحد زي بابا، تركزت معايا ولا؟ بس بالظبط عندك حق والله. تمام. فاحنا الشاب بيبقى ما عندوش مبدأ، عايز يعمل الحاجه ديت ويقضيها ويسيها ويروح ويجي، بس لما يجي يتجوز عايز واحده تكون ام لاولاده وتفتح بيت. طب ما ثواني، هو مين اللي قال ان البنت اللي ممكن يحبها في البدايه ما ينفعش يكون ام لاولاده يعني؟ لسه هقول لك، مع ان ممكن يحب بنت كويسه بنفس المواصفات اللي هو عايزها، بس هو بيبقى بغبائه بيضيعها من ايده. هو عايز من الاخر شغاله بس موضوع شغاله ده بتبقى عايزه في الاخر يعني مدبر راس مال. ايوه هو ده بقى يعني الرجاله برضو مش ولاد كلب كلهم يعني، والستات مش ملايكه يعني. اصل انا عندي اخويا فببقى بكتسب الخبرات دي منه برضه. ايوه برضه صح برافو. انا مبسوط يا شاهندة بالصراحه. ايوه كده يا جماعه، ايوه كده. خد التليفون ده عشان حسيت بالذنب والله. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. وليد ابو المجد. انت مستعجل ليه كده؟ انت معكش رصيد؟ لا معايا اكيد طبعا. عامل ايه يا معلم؟ اكيد طبعا ليه يعني؟ اكيد طبعا ليه؟ انت اسمك ايه؟ مين اسمك ايه؟ عبد الله ايه؟ عبد الله جمال. عبد الله صح، انت كنت كاتب كومنتات دلوقتي. ايه يا عبد الله، قول لي الثلاث مواصفات طيب. صادق. هو انت ايه هتقول مواصفات واحده؟ لازم اكيد طبعا. انت بتقول صادق يا ابني، قول مواصفات واحده مش واحد. اكيد صادقه طبعا. ايه اكيد انت في ايه؟ اهم حاجه ما تكذبش. ماشي. وتاني حاجه اهم حاجه
انها تحتويك. تحتويك كمل. والتالت حاجه ثلاثه تحس بيك عادي، مثلا ايه شعور ليك مثلا اختيارك. طب يا اسطى اقول لك على حاجه. انت قلت لي عبد الله صح؟ عبد الله. يا عبد الله جمال، يا عبد الله يعني انت لما بتبقى قاعد مع الناس كده وحد بيقول لك ايه مواصفات احلامك، تروح قايل له عايزها تكون بتحتويني بامانه. ايوه لازم اكيد طبعا. يا عم انا مش معترض انها تحتوينا، ما احنا كلنا عايزين مطلوبين الاحتواء، احنا كلنا عايزين نحتوى، انت فاهم؟ بس انا بتكلم على ايه؟ يعني مستحيل تكون قاعد مع اصحابك بتقول لهم عايز واحده تحتويني يعني انت اكيد بتقول مثلا انا عايز واحده. ما علينا. اهم حاجه انها تبادلك نفس الشعور، تبادلك الشعور. ما بالظبط. حاجه جدا جدا انها تبقى مجنونه كده معاك. اوكي يا عبد الله، حبيبي عبد الله، شرفتني. ويا ريت لو حد يتكراش ليا لو عندك ولا حاجه. ايه والله العظيم اشوف لك يابا، اشوف لك. الثانويه العامه عامله معانا بقى. سيب لنا مواصفات كراشك، وان شاء الله تجي لنا بعد يومين نكون ظبطنا لك الدنيا يا فندم. تحت امرك يا فندم. حاجه بس الطلب اخير. انهم يدوروا لي ثانويه عامه وكده بالتوفيق يا اسطى، بس احنا هندعي لك وانت ذاكر، ماشي؟ اهم حاجه. ماشي. سلام يا عبد الله. بص يا جماعه، عايز اقول لكم على حاجه بخصوص موضوع اللي هي قالته شاهين ده، بتاع ان هو مين قال ان اللي يحبها ما ينفعش يكون ام لاولاده. والله يا جماعه انا شايف ان اكتر مشكله في الحوار ده كله ان انت تحب اصلا. يعني انا اصلا مش مقتنع ان واحد ممكن يحب وهي تحبه يعني، وبعدين هما الاثنين يبتدوا يدوروا على ناس تانية تنفع لهم. يعني انا مش فاهم ده، فاهمين؟ يلا ناخد التليفون ده عشان صاحبه ما يزعلش. الو. ايوه. الو. ايوه مين معايا؟ انا رغدة. انتي رغدة؟ ازيك يا رغدة، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله. انت سمعتي الحوار اللي احنا بنتكلم فيه؟ لا. whatever. طيب قولي لي الثلاث مواصفات للكراش بتاعك يا رغدة. الكراش بصي. اخدتوا بالكم قالت الكراش ازاي؟ الكراش مش الكراش. بص هقول لك حاجه بس مبدئيا. ما تتريقش على كلامي يا بنتي، مش بتريق، انت قلتي الكلمه يعني فيها انجلش صح. ايوه اذا كان بتقولي ايوه حلوه، احنا بنقول ايوه، انت بتقولي ايوه. اوكي كملي. بص اول حاجه يكون غني. الله، والله العظيم سقفه ليك يا بنتي، يكون غني. هي دي الصراحه بقى، هي دي الصراحه. ماشي. رقم 2. تاني حاجه يكون بص مش تافه. مش مهم، ما هو غني بقى خلاص. بس مش تافه. ماشي اوكي. بصي ده معناه ان اغلب الاغنياء تافهين. لا اصل ما يقوليش ايه انت نزلتي رحتي مش عارف ايه من غير ما تقولي لي، فاحنا مش هينفع نكمل مع بعض. لا ده غني تافه ده. ماشي، ادينا الفلوس اللي معاه واحنا نظبط الدنيا والله. طب رقم 3. والله رقم 3 يكون ايه بقى؟ يكون اصل في 3 دي هتشمل حاجات كتير. لا ده ايه، انا عايز حاجه واحده. يعني ايه يكون فاهمني. طب افرضي فاهمك بس فقير. لا ده اول صفه الغني ده باكج على بعضه، يا كده يا بلاش. بالظبط. اوكي يا رغده، طب سيب لنا اي مسج على الهاشتاج بتاع البرنامج. ولو ما سبتش ايه؟ ولو ما سبتش اكيد مش هبلغ عنك البوليس يعني. طبعا انت ما جبتش الاستفندي على فكره. ايه؟ ما جبتش الاستفندي. الاستفندي؟ بتاع ايه ده الاستفندي ده؟ اصلا ايه ده، هو انت بتاع الانستجرام؟ افتكرتك يا ماما، دي هي واحده وخلصت والله. بصي الناس دلوقتي هتقعد تترجم الحدوته دي مليون ترجمه. بص على الكومنتات هتتحكي جامد والله. استني. يلا. شرفتيني يا هاجر. اوكي ناخد بقى اخر اتصال. ماشي. الو. ايوه علي صوتك يا اسطى. مين؟ ايوه محمد معاك. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ محمد ايه؟ محمد منصور. انت اتصلت قبل كده يا محمد؟ يا باشا والله اتصل. ايوه طب الحمد لله محمد اتصل. يا جماعه اسمعوا بقى من اول، قول من اول تاني يا محمد.
انا كنت سالت محمد ايه اهم 3 صفات في الكراش بتاعك؟ قول يا صديقي. جدا بالنسبه لاختيار الواد او الرجل الانثى، النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تنكح ل4 حاجات. اول حاجه دينها، مالها، جمالها، حسبها ونسبها. دول ال4 حاجات اللي احنا بنتكلم فيها. اول حاجه الدين، قال لك فسر بذات الدين كلمه يداك. دي اول حاجه. الدين بلفظ ايه؟ يعني انت هتختار الدين بس؟ انت اهم حاجه عندك الدين. طيب هل اختيار الدين ده بس هو اللي هيحدد ان انا اتجوز او ان انا هيكون ده بس الاختيار بس؟ لا، النبي قال لك اختار. لو انت اخترت دين مع جمال كويس. طيب قدامي واحده دين وجمال وحسب ونسب، اختارها عن الدين والجمال. طب عندك دين وجمال وحسب ونسب و و و و, و... حسب دين وحسب ونسب ومال وجاه سلطان بقى. قال لك يبقى انت ممكن تختار 2 و3 و4، بس واحد اساسي، عمود اساسي عندك. تمام؟ يبقى انت عندك اول حاجه الدين ده هو بلس ال3 دول. اخترت 2 من 4 كويس، بس لو اخترت 3 من 4 احلى، لو اخترت 4 من 4 احلى، بس الاصل عندك الدين. طيب الدين ده هو ليه احنا ماسكين فيه او اول حاجه بالنسبه لنا؟ لان الجمال كده هيعدي وهتكبر فهتعجز والجمال هيروح. المال ممكن في ثانيه، الغني ربنا يخيره او الفقير ربنا يغنيه. الحسب والنسب، ابوها وامها واخوها ماتوا، الحسب والنسب مات، لكن الدين اذا نظرت اليها اثرتك. اول حاجه بتكمل فيها او اول ما بتشوفها بتجمع كل صفات الخير فيها، اذا نظرت اليها اثرتك. علشان كده لما احنا بنتكلم بنقول ايه؟ انا عايزه واحد غني، حق انك تاخد واحد غني ومتدين، بس ما ينفعش نقول ان هو يكون غني والعياذ بالله فاجر او عاصي. طب هقول لك يا محمد، هو عشان بس ايه الفانز بتوع انا ومجد والكراش غالبا اول ما تيجي تقول كلام جد فبيبتدوا يناموا، انت فاهم؟ فيعني الولد بس ما شاء الله، يعني انت فسرت الحديث بشكل عظيم جدا. حلو. دلوقتي بالبلدي كده هو لما ولد مثلا يحب بنته ويقول انا نفسي البنت اللي انا بحبها تكون محترمه وجميله. ايه بقى يعني؟ فسر الحاجات اللي هي ايه بالشعب كده زي ما بيقولوا. البلدي بتاعنا، الشعب بتاعنا، انها من الاخر كده هو ما ركزش في ان هي ممكن تكون ان هي جميله بس. لا، انا اصل حاجه عندي ان هي يكون اخلاقها حلوه بالظبط، يعني كويسه، يعني متدينه كده. واحنا في كل الاحوال لا لاقيين ده ولا لاقيين ده يا محمد. هو بص، على فكره عايز اركز، بس انا على فكره انا بتكلم عشان حته ايه؟ هيجي واحد يقول لك يا عم انت بتتكلم في ايه؟ انت في وادي واحنا في وادي، انت مش عايش في الدنيا اللي احنا بنتكلم فيها. احب اقول له حاجه واحده بس، الخير في امتي الى يوم الدين. مش لازم انجح وبعد كده نقي. طب ما انا ممكن انجح بعد وانا عندي 50 سنه. الله ينور عليك، الله ينور عليك، صح. ممكن انجح وانا عندي 60 سنه. اللي هو انت ممكن لو انت عندك رحله كفاح مثلا عايز تبداها، ممكن تبداها معاها. بالظبط، اللي هو يعني بالظبط اللي هو مثلا لو انت لسه شايف ان هدفك مثلا ممكن يتحقق بعد 6-7 سنين وانت مأجله او عمال تقول لحد ما ربنا يكرمني بفلوس كويسه ابتدي اعمل كده، فاللي هو لا يا معلم، ما دام انت نويت ونيتك خير دوس وربنا هيقف معاك. انت لا والله العظيم اسف على ايه، بالعكس والله انا مبسوط بمكالمتك جدا، والله انا مبسوط جدا بمكالمتك وزي ما قلت لك انا انت ما قفلت معايا في اللايف قلت لك بالله عليك حاول تتصل تاني، وقلت لك ابعت رساله عشان لو ما عرفتش احاول انا ابعت لك. ربنا يخليك يا رب، انا سعيد جدا ان انا كلمتك، وخلي بالك اكلمك الاسبوع الجاي ان شاء الله. ربنا ده يشرفني والله يا رب، وربنا يرزقك يا رب، وال27 تيجي العروسه تيجي المدام بقى ان شاء الله يا رب. هتجيلي وعد ان شاء الله. يعني اجي لك، انت ساكن فين؟ انا ما اعرفش انت فين ده منين. انا ساكن في شبرا على فكره. طب يا عم ده انت قريب، اجي لك والله، اجي لك على عيني طبعا. خلاص ماشي حبيبي يا محمد، شرفتنا يا صديقي. حبيبي، مع الف سلامه. مع السلامه. طب بص يا جماعه، اللي جاي ده اخر تليفون بقى، ماشي؟ يلا عشان نروح. بس اخر قبل التليفون، يلا يا جماعه اكتبوا الكومنتات ترشحوا مين النهارده للبرنسيسه ومين العمده. يلا اكتبوا اسماء بقى، عندكم كذا اسم، عندكم طقه وعندكم هاجر وعندكم سهيله وعندكم شاهنده وعندكم درباله وعندكم محمد سيد وعندكم عبد الله ادريس. يلا ولو حد فيكم شاف حد تاني يعمل كده. يلا. الو. اي الحمد لله انا بنت، يعني الحمد لله كان نفسي نكسر ازيك؟ مين؟ انا راكبه تاني
انت راغده تاني ايه ده؟ ايوه بس كنت عايزه بس اقول حاجه تاني. قولي يا راغده. وانت حاول انت ماشي، قولي يا راغده انا معاك. يعني انا مش مقصودش موضوع الفلوس ده، او غني او مش غني، انا مش ببص على الفلوس، هو الموضوع كله لكن اصلا مفيش حاجه اسمها مواصفات، عشان انا كده انا احب هو بمواصفاته هو، مش بمواصفات اللي انا اسمها في بالي. شخص يعني. بالظبط. بس هقول لك على حاجه، الموضوع اللي هو الفلوس بتحقق حاجات كتير، فاغلب البنات بتقول ليه ما اكونش مبسوطه وبحبه ويكون في نفس الوقت معاه فلوس عشان نتبسط سوا بيها، يعني فاهمه؟ انا هتبسط معاه سواء بفلوس او من غير فلوس عشان احنا بنحب بعض. يا سلام يا سلام، عشان سمعتي محمد قال كده فانت رجعت تتصلي. انا ما سمعتش محمد اصلا، البنت كانت جدا ده، انا ما سمعتش محمد. لا لا ولا يهمك ولا يهمك، ممكن تسمعيها هتترفع يوتيوب يبقى اسمعيها كلها. ماشي يا شاندي. انا في نفسه كده. ما انت لو شفت دربالة في الحقيقة هتغيري رأيك. ماشي ماشي يا رغدة، اوكي يلا باي باي. برضه يا جماعة مش عارف التليفون طلع جد برضه نوعا ما. طب انا اعمل ايه طيب؟ اقوم ارقص لكم طيب. انا بتاع الحلم افتكرني بقى اليوتيوب ابو حميد. احمد مسعد يا جماعه بعت لي على اليوتيوب بيقول لي انا حلمت بيك يا وليد، هتصدقني لو قلت لك ان حلمت بيك ولا لا؟ فانا طبعا شكيت ان الحلم ممكن يكون في اطار غير شرعي، فما رضيتش اساله عن تفاصيل. محمد امجد. سهيله بتقول الصوت راح يا وليد. معلش يا جماعه مش عارف اعمل ايه الصوت ده. عبد الله ادريس. طب يا جماعه خلاص. اغلى يومنا. اسماعيل بتقول محمد هو العمده. هو يا جماعه بصوا في طيب. طب بصوا يا جماعه، برنسيسة انا ابو المجد والكراش تقع عبد المنعم في حلقه النهارده. خلاص تقع عبد المنعم هي البرنسيسة وانا ابو المجد والكراش. كده في اتنين يا جماعه بينافسوا على لقب اسمه ايه عمده انا ابو المجد والكراش. واحد اللي هو محمد منصور والتاني اللي هو محمد سيد. حلو. بس للامانه محمد منصور يعني كان مكالمته عظيمه جدا وبسطت معاه، بس ما عندوش التفاعل، ما عملش التفاعل اللي هو يعني ما عملش التفاعل بتاع محمد سيد مثلا، فاهمين حاجه؟ بس خلاص. بس بصراحه برضو يعني الراجل متفاعل وانا مبسوط، ومحمد سيد معانا. محمد سيد ممكن يبقى ياخد اللقب المره الجايه ان شاء الله. تقى البرنسيسة، ومحمد منصور هو عمدة انا وابو المجد والكراش، لان ده برضو حسيت ان هو رايكم. سهيله السيده. سهيله انا عارف ان انت النهارده اجتهدتي جدا، ان شاء الله المره الجايه. هاجر اجتهدتي جدا. عبد الله ادريس اجتهدتي جدا. والله العظيم انا مبسوط جدا بيكم النهارده. خليكم معايا بقى عشان ايه، نسمع حاجه بدل الهم اللي احنا فيه ده.